Six God, Block Boy, Six God, Block Boy. Six God. Yeah. Hey. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them, dawg, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I split it with the guys. We up on the other side, niggas acting like we tied. I been gone since like July, niggas acting like I died. They won't be expecting shit when Capo go to slide. Cause I told them that we put that shit behind us, but I lied. Ayy, look who I'm around, man. If I fucked up, I'ma be downtown, man. Full flow bound, man. That's if I get caught, man. Push me to the edge, so it really ain't my motherfucking fault, man. I'm not to blame, man. كيف الحال؟ اليوم عندي تمرين صدر، اسبوع كامل ما تمرنت ولا تمرين. بس ما تشوفون الشعر بتعرفون وين ودوني، العالم الاخر. بس باجي لي تقريبا 5 ايام. حاليا اتمرن بس في الويكند 3 ايام، اللي هي الجمعة السبت الاحد. يوم احصل وقت اليوم بكمل على السلسلة اللي بديتها، اللي هي الطريق الى 200 كيلو جرام بنش بريس. بس اليوم بحاول اروح شوي خفيف، لان جتني اصابة خفيفة في الرست مالي يوم لعبت ظهر، شليت اوزان وايد عالية، كان استواء خلع بسيط يعني في المفصل. بس الامور طيبة، رادين الحين شوي شوي، وان شاء الله نكسر ارقام جديدة. اول شيء بسخن عضلة الترايسب، اشيل وزن خفيف 7.5 كيلو جرام. تقريبا 4 عضلات اساسية تسخنها، اللي هي الباك، ترايسب، تشست، وشوي الكتف. من تبدأ تحس عمرك شوي حريت جاهز للتمرين، تقدر تبدأ الجولات شوي شوي وتتعود على حركة التمرين، وبعدين تزيد الأوزان. حاليا أنا كل ما بغيت أعدل الدايت مالي ما في فايدة والله، يطلع لي شيء يجيني شيء، أبدأ أخربه. المطاعم تزيد، كل يوم تبغى تجرب لك مطعم، كل يوم وجبة، كل يوم لا. والمشكلة مرات يوم تبغى تخربه ما تصير تخربه على مطاعم تقول ضروري تجربه، مرات تصير كافيتيريا، مرات تصير ما أدري شو، يعني أشياء ما تسوى الصراحة. حق تسخين الكتف شليت 17.5 كي جي، بلعب شولدر بريس وأنا واقف. حسب يوم يكون الوزن عالي، تمرين البنش بريس ما تحس بضغط وايد على الجوينتس، تحس ان الجوينتس والاوتار تعودوا على الحركة. فدوم يوم تبى تسخن العب فول رينج اوف موشن، لا تلعب اوزان عالية وتتوهق. keep this in mind. تبدأ خلاص تحس بالكتف سخن جهز، تحول على تي بار وتسخن اللاتس مالك. ما يحتاج وزن عالي، وزن خفيف. تبدأ تحس بالحرارة، الدم يمشي في اللات. عندي مشكلة قبل أي تمرين أحاول فيه أستهدف مثلا عضلة الصدر، الظهر، يجيسني شد قبل ما أبدأ التمرين. مثلا وأنا أكون في البيت أول ما نشمر قاعد أحس بشد في ظهري. شو هالمشكلة يعني؟ ليش شي؟ قبل ما أبدأ التمرين خلني أكلمكم عن سبلمنت الناس ما تتوقع أنه يفيد في الرياضة. هو مش فيتامين أو أي شيء، هو نوع من أنواع الفطر. نفس ما تعرفون عالم الفطريات كبير، وفي وايد أنواع من الفطريات، البعض منها مفيد والبعض منها ما تبغى تعرف الاستعمالات اللي يستعملونه فيها. بس نحن ما بنتطرق من هاي الناحية، خلنا في الناحية الرياضية أفضل. الفطر اسمه كورديسبس، هالفطر فيه وايد فوايد، يستعملونه كأنتي ايجينج، بس أنا ما بتطرق من هالناحية، خلنا في الناحية الرياضية حاليا. أول شيء ويخفف الالتهابات، كرياضي مثلا أنت تمارس رياضة الجري، رفع الأثقال،
أي رياضة جسمك يتعرض لالتهابات وأنت تمارس هالرياضة. هاي الالتهابات اللي تتعرض لها بتخف وايد يوم تاخذ الكورديسبس، فبيكون أدائك أحسن في التمارين. في دراسة سووها على 28 شخص شاركوا في تمارين عالية الضغط وعطوهم خليط من أنواع فطر، ومنهم كان هذا الفطر اللي هو كورديسبس. فهاي الدراسة شو بينت؟ أن كمية الأكسجين اللي يستخدمها الجسم زادت بشكل كبير، فشو شافوا ان اداء الرياضيين تحسن بشكل كبير. انا عن نفسي اخذ سبلمنت الكورديسبس اللي هو بشكل حبه 750 ملي جرام في اليوم قبل التمرين بنص ساعه او ساعه. شيء من السايد افكتس اللي هو اذا انت عندك سكري مثلا تايب 2 دايابيتيز، اذا اخذته ينزل السكر وايد، فافضل ان اذا عندك السكري تبعد عنه. واذا عندك مشاكل صحيه طبعا لازم تستشير دكتورك قبل ما تاخذ اي سبلمنت اصلا، حتى لو كان فيتامين. دوما تستشير دكتورك وسو فحص دم كل 3 شهور تقريبا، المفروض تسوي فحص دم تشوف شو ناقص منك شو مرتفع عندك، فانت تتجنب المشاكل الصحيه وتستمر حياه صحيه. وخلنا نبدا التمرين. وايد تكلمنا. هاي الصراحة ما اعتبرها كجولة. دوم يوم ابدا اول شيء ما اعتبره كجولة، اعتبره كتسخين بس. شوية احس بألم في الرست مالي بسبة الاصابة. احاول ما احط ضغط كبير وايد، بس مشكلة يوم تلعب اوزان فضروري يجيك الضغط لو تلعب باحسن تكنيك في العالم. بس احاول اخلي الألم ما يتجاوز 10%. حاول انك يعني تتمرن في مجال انك تستحمل هالألم. اما اذا زدت فوق 10% الأيام الجاية بيزيد الألم، فما بتروح تتمرن. حتى حاول تسوي مينتين، تعرف أنت كل واحد جسمه كيف. 10% فوق لا، ما يسوى أنك تخاطر. وزن زين، بس لاني وقفت 5 أيام تحس شوية غريب، فبحاول اني اوصل 160 نفس قبل. الرست ما مساعد ابدا، الحين وصلت تقريبا 7% من الألم. اذا شفت عمري وصلت 10 خلاص بوقف، ما بلعب جولات زيادة، اعطيه وقت حق الريكفري. افضل اني اتهور وازيد الاوزان. ثاني جولة زدت الوزن بسرعة، بس ما بغيت اضغط وايد على الرست. اذا بلعب جولات زيادة ما احس اني بكمل يعني ازيد اوزان، فبخف الجولات بزيد الوزن. وبشوف اذا اقدر العب قبل ما يوصل الألم 10% بنستمر، اذا ما روم بخف على الوزن. شعور غريب الصراحة. أول ما تبدأ تلعب تحس بالألم فرست وشي، بس من تبدأ ثالث رب يختفي الألم فجأة. شيء خطير الصراحة، لأنه شو تخاف تكمل فجأة سناب يجيك الألم بشكل مش طبيعي. فهالشيء حاطنه في بالي، حسب شي ما حطيت السيفتي لوكس شليتهم، وما في سبوتر روحي في الجيم للأسف، فالوضع خطير جدا. أدور يمين يسار، أتريح حد يجي يسوي لي سبوت، ما في حد، فحياتي على المحك. بس شيء زين هذا. يخليك تتطور أسرع.
صراحة ما قدرت أوقف وما أزيد الوزن. لازم أقدم شيء حق يوتيوب، لازم أقدم شيء حق متابعيني. قررت أزيد 5 كيلو تقريبا 170 كي جي. بحاول أسوي 1 to 3 ربس. طبعا أمشي البي ار مالي، أعرف أني أقدر أكثر بس للسيفتي وإني مقاطع فبحاول أحط اللي أقدر عليه. والأسابيع الجاية إن شاء الله الأسبوع يمر وبرجع لجدولي القديم اللي أقدر أتطور فيه بسرعة. طبعا حاليا أعاني بس الحمد لله كل شيء خير. خلينا نبدأ الجولة الأخيرة، عقب نحول على المكاين والسميث ماشين الإيزي بارت. It's okay by myself. Take your hand. No need hand. كنت أروم أسوي 3 ربس بس شفت شو استوى، يعني كنت أكلم الريال فوقفت في نص العدات. مسكين ما يعرف إنه مو بلازم يشيل عني الوزن، يعني هو الشيء الوحيد اللي أبغى فيه مساعدة اللي هو الراك. عرفت يوم تشيل الوزن تعطيني إياه عقب تخوز إيدك، بس هو مسكين ما يعرف. كان زايغ يعني إن الوزن يطيح عليه أو شيء. فأول واحد ساعدني، فتعرف أنت يوم حد يساعدك أول مرة تحس إن الوزن استوى خفيف وايد، فيوم يشيل إيده تنصدم بالوزن فجأة يثجل. أعرف إني أقدر أسوي 3 ربس روحي. الأسبوع الجاي إن شاء الله، حتى الأسبوع الجاي الصراحة بثبت على الوزن شكلي، لأن 5 أيام بعد ما برمى أتمرن في شغلة من شعري تشوفون، يعني يمكن تعرفون شو هي الشغلة، بس الأمور طيبة. لازم تاخذ راحة شوي، ريكفري حق الرست بعد، ما نستعجل إني بإصابة في عمرنا. دام إنها شيء خفيف كأنه أعتقد المستوى بولش خفيف يعني، بس الأمور طيبة. خلني أقول لكم ليش السميث ماشين غش. تعالوا وياي خلني أراويكم. مثلا الحين البار فاضي، شوفوا يوم ألعب على البار فاضي صار الوزن يثبت فوق، فشو يسهل عليك الحركة. فيوم تحط وزن عالي ما تحس انه نفس الفري ويت، يكون فيه مساعدة. بس معلومة يعني مو بكل سميث ماشينز نفس الشيء، في منهم أصعب عن الثانيين، بس فهمت الفكرة. دوم الفري ويت أصعب عن الماشينز. فأي واحد يقول لكم أنا أشيل 180 كيلو، نقول له وين بنش بريس انكلاين، يقول لك قل له فري ولا ماشين سميث ماشين، هني بتعرف الفرق. حاليا بلعب أوزان خفيفة، بخف على الفوليوم، بلعب عدات أقل مع أوزان خفيفة، أتقلب على الموفمنت، أحافظ على الباور. وعقب الأسبوع الجاي إن شاء الله بنرجع البروسس، نزيد الأوزان ولور ربس بس مور سيتس. هاي دوم معانا، ما تعرف وين تحط الكرسي، يمكن شوية تعدل. كنترول موفمنت فور رينج اوف موشن، شوي شوي. في كل رب خذ تقريبا من 3 ثواني إلى 5 كونتراكشن، بعدين فول اكستنشن.
أخس شيء يوم تقطع ما تحس انك تبغى تتمرن، هني المشكلة. فلازم تغصب عمرك عشان ترجع للتمرين، وهذا شيء صعب وايد. من عقب رمضان وانا مو ملتزم الصراحة في الجدول، هي ظروف مش بيدي صراحة. محافظ على المستوى تقريبا، نزل شوي. I get racks to go outside and I spit it with the guys. We up on the other side, niggas acting like we tied. I've been gone since late July, niggas acting like I died. They won't be expecting shit when Capo go to slide. Cause I told them that we put that shit behind us, but I lied. سامحوني عاد شباب، صورت لكم تمرين الصدر، بس تمرين الترايسب سويت له سكيب في التصوير لأن بدأوا الشباب يجون فاستوى زحمة الجيم، فقلت بلا اني ازعجهم بتصويري ولا اني اصور وانا مرتبك، فبنيت الكاميرا. فنفس ما شفتوا كانت عندي مشكلة في الرست، إصابة خفيفة بسيطة بتخوز يعني ويا الأيام، بس اني اعطيها راحة اكثر. الإصابة جتني يوم كنت العب ظهر، شليت اوزان وايد عالية، بس كان الموفمنت صح، بس كان وايد تنشن على الرست. فوانا اسحب اعتقد استوالي نفس البل خفيف في الرست، بس الامور طيبة بيخوز الالم ويا الوقت. ونفس ما تعرفون بدال ما اعطي وقت للإصابة يستوي لها ريكفري، الحبيب ساير يسوي فيديو كلايمبينج. الفيديو الاخير اللي نزلته هناك شوي زادت الإصابة، بس ما اتكلمت انا يعني، قلت بتخوز ويا الوقت عادي ما عليه، بس انا شوي اكرف عمري وايد. دام اني خلصت التمرين خلني اسولف وياكم شوي. لاحظت ان كل ما تكبر وتتعمق في الفكر اللي في العالم من الشركات العودة من المنظمات العالمية اللي فوق، يعني بدون ذكر اسامي، بتلاحظ شيء واحد، ان شو همهم؟ الفلوس والسلطة. هني شو يستوي؟ الناس ما تهتم لصحة الناس الثانيين، ما تهتم واحد مات عاش، الامور طيبة تكون عندهم يعني. فانت كشخص يعني لازم توظف وقتك ومهاراتك انك شو تبحث عن المعلومات الصح، المعلومات الصحية الصح. لا تصدق كل شيء وتشوف الاشاعات اللي تنتشر من كومنتات، من ناس تحط فيديوهات مقاطع نص مقاطع يقصون ياخذون الاشياء السيئة، لان حاليا استوت اثارة الجدل وايد سهلة وهي اللي تجيب المشاهدات للأسف يعني. اما الشخص اللي ما يبغى يثير الجدل ها شوية الناس ما تنتبه له، فالناس تضطر انها تتجه لإثارة الجدل عسب يحصلون مشاهدات ويوصلون للعالمية، وهاي مشكلة وايد عودة يعني. فأنت كشخص لازم تكون ذكي، تعرف تختار المعلومات الصح وتشوف الناس الصح، ولا تسمع كل حد، لأن مش كل شيء صح في السوشيال ميديا. مثلا انت حين لو شفت حد في الريلز مثلا عيبك او حطيت لايك مثلا، شو يستوي؟ الالغوريثم يشوفون يعني يشلون عنك كل هالمعلومات، وكل مرة بتطلع لك نفس الفيديوهات. فأنت حاول أنك ما تدعم هالناس، عرفت؟ اللي يحاولون يثيرون جدل وينشرون إشاعات. في النهاية هالإشاعات ما منها فايدة، كل همهم أنهم يجيبون مشاهدات ويسببون فتن بين الناس. فأنت حاول تكون ذكي، لا تخلي الجهل يسيطر عليك. وفي النهاية هالأشخاص أو الشركات أو المنظمات هاي اللي تثير الفتن وتسبب هالمشاكل ما همها شيء، همها الفلوس وهمها السلطة. أما إذا أنت ضربت ويا أخوك، سويت مشاكل ويا هذا وهذا، هالشخص من الدولة الفلانية وهالشخص تفكيره فلاني كذا كذا، يعني شو يستوي؟ تثير الفتن، تزيد المشاهدات، الناس التعليقات ترد على بعض، تسب بعض، وهاي مشكلة وايد عودة ترى. يعني المفروض نحن كبشر لازم نشيل بعض، ما يستوي كل واحد يسب الثاني ونتكلم عن بعض. يعني كثر ما السوشيال ميديا جربنا من بعض كثر ما فرق وايد ناس عن بعض. فأنت لازم تعرف كيف تشغل مخك، لا تخلي أي حد يمطك وياه في الدرب، عرفت؟ يعني للأسف السوشيال ميديا خلى الناس اللي تعرف واللي ما تعرف تفتي في كل شيء، فأنت هني تضيع، ما تعرف منو صح منو غلط، فها شيء وايد سلبي يعني. إن شاء الله في المستقبل تكون في قوانين صارمة أكثر، ريجوليشن أكثر، عرفتوا؟ فأنت لازم تكون ذكي، تعرف كيف تطلع المعلومة، لازم أنت تبحث بعد، مو بس تسمع كلام شخص وخلاص تقول هذا الصح وتكمل عليه. لا بالعكس، عندك جوجل، عندك مواقع، عندك دكاترة، عندك وايد ناس، عرفتوا؟ فأنتوا شو لازم تبحثون عن المعلومة الصح، مو بكل حد قال شيء هو الصح. فمثلا في ناس يشيلون مقاطع يقصونها حسب شو يثيرون الجدل، يراونك إن مثلا فلان قال وقال، هاي الدولة قالت وقالت، والناس في الكومنتات تتضارب والمشاهدات تزيد
واللي حط المقطع مستانس مرتاح، ما يدري انه يثير الفتن ويخلي الناس تتضارب ويا بعضها. فانت كشخص لازم تثقف عمرك، تثقف اهلك، ربعك. لازم انت كشخص تثق بنفسك وتثبت، ما تخلي الرياح تدزك يمين ويسار. الحياة مو بسهلة، يقول لك الحياة سهلة هذا قاص على عمره. الدنيا صعبة، كل ما تتعمق بتشوف أشياء شريرة الصراحة. بس أنت لازم تتم على عاداتك، لا تخلي عاداتك تضيع ولا دينك. أنت داخليا بتعرف الخير من الشر. بعض الناس شو المشكلة؟ يحبون يغضون البصر، يلفون عينهم يمين يسار ويمشون حتى لو الدرب غلط، وهذا الشيء لازم يغيرونه. يعني الواحد إذا ما غير من نفسه أنت ما بتقدر تغيره. وصلنا نهاية المقطع. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة، ونفس ما عودتكم كل أسبوع إن شاء الله بنزل مقطع، والجايات أفضل وأفضل بإذن الله، ونشوفكم على خير إن شاء الله. Yeah. Sis got blah boy.